السلام عليكم. قررت السلطات الولائية بمدينة طنجة إغلاق الحمامات الشعبية والعصرية ومحلات غسل السيارات لمدة 3 أيام في الأسبوع، وذلك لمواجهة أزمة ندرة المياه التي تعرفها مختلف أقاليم المملكة. وأصدرت ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة قراراً عاملياً بعد اتفاقها مع مهنيي الحمامات ومحلات غسل السيارات، يحدد أيام العمل في الخميس، الجمعة، السبت والأحد من كل أسبوع، على أن يشمل الإغلاق أيام الاثنين، الثلاثاء والأربعاء. كما تم تحديد ساعات العمل بهذه الحمامات التقليدية والعصرية من 10 صباحا إلى غاية 10 ليلا. ويروم هذا القرار الذي يستند إلى دورية سابقة لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ضمان استمرارية توزيع الماء الصالح للشرب بشكل منتظم، وذلك في ظل توالي سنوات الجفاف وغياب التساقطات والحالة الحرجة للسدود المائية التي وصلت إليها هاته السنة، إذ سجلت مستويات مقلقة مع انخفاض في نسبة المياه الجوفية. إلى هنا ينتهي خبر اليوم. شكرا للمشاهدة، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. مع السلامة.